اي حد عايز يصنع فيديوهات على اي منصة من المنصات، سواء كانت تيك توك او فيسبوك او يوتيوب، بتوقع قدامه عقبة ازاي يتكلم قدام الكاميرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد رفاعي من قناة العمر. النهاردة صديقي ان شاء الله وامر الله هعرفك 5 نصايح او 5 طرق ازاي تتكلم بيهم قدام الكاميرا بكل اريحية. سواء كنت محضر او مش محضر، هخليك تقوله قدام الاداة اللي انت بتصور بيها، كان تليفونك الشخصي او الكاميرا بتاعتك. وقبل ما اخش في ال5 نصايح يا صديقي، لو انت لسه اول مرة تشوفنا ما تنساش تشترك في القناة وتسيب لنا لايكك الجميل. ويلا عشان ما اطولش عليكم نبدأ في اول 5 نصايح. واول نصيحة معانا: الخطأ وارد. ايوه، زي ما بكلمك يا صديقي، الخطأ وارد. وارد جدا انك تخطأ قدام الكاميرا اثناء التصوير. وكل الناس اللي انت بتشوفها منزلة فيديوهات، سواء كانت الافلام او المسلسلات السينمائية، ودي وارد جدا ان هما بيخطئوا مرة واثنين وعشرة. ولو انت عرفت ان الخطأ وارد اثناء التصوير هترتاح جدا، مش هيخليك انك تخاف تتكلم قدام الكاميرا. وتاني نصيحة معانا صديقي وهي الراحة النفسية، وبصراحة دي من اكتر النصائح اللي انا بنصح بيها جدا. حاول تصور وانت ونفسيتك مرتاحة جدا واعصابك ما يكونش مشدود، ما يكونش طالع من خناقة او مشكلة معينة وتيجي تصور، وده هيبان عليك اثناء التصوير وهيأثر عليك جدا. حاول تختار الاوقات اللي يكون فيها نفسيتك مرتاح وتكون مهيأ انك انت تقف قدام الكاميرا. ثالث نصيحة معانا صديقي وهي الثقة. والثقة بتاجي من المصداقية، وعشان يبقى عندك مصداقية لازم تدور في المصادر بتاعتك وتتأكد من صدق المعلومة اللي انت بتقدمها. ولو اتأكدت من المصادر بتاعتك هتديك مصداقية، والمصداقية هتديك ثقة. ورابع نصيحة معانا يا صديقي انك تتمارس التصوير كتير جدا، ودي اهم نصيحة اقولها لك. ولما تقعد قدام الكاميرا كتير هتحس ان الكاميرا صديق معاك ومش هتقدر تتخلى عنها بعد كده، بل بالعكس انت مش هتبقى خايف وانت بتتصور قدام الكاميرا، انت هتبقى حابب انك تتصور قدام. وخامس نصيحة معانا يا صديقي وهي استخدام لغة الجسد، انك انت تقدر تعبر عن كلامك بالوجه وباليد. زي مثلا ممكن تبتسم قدام الكاميرا، دي اكتر حاجة هتوصل بيها احساسك للمشاهد. ولكن نصيحة ما تستخدمش لغة الجسد كتير، عشان ده ممكن يزعج المشاهد وممكن يقفل الحلقة ويلغي الاشتراك خالص. ولو انت وصلت معايا لاخر الفيديو يا صديقي، ما تنساش اشتراكك الجميل ولايكك الجميل، عشان ده بيسعدنا جدا.